ابن الكلب يا واطي، يا مكفي على وشك يا وسخ، يا مكفي على وشك يا وسخ. الخطيب مش هينفعك، اسمعني انا. كان نفع كهرباء. كان نفع كهرباء، واللي حاميين الخطيب دلوقتي عرفوا اللي بيهرب وقت ازمات مصر. ولا سيادتك لسه ما عرفتش؟ ولا سيادتك لسه مصمم اعمل فيديو اعتذر له؟ وقلت لك انا ايه بقى؟ ولا حتى في سري ومكمل للاخر. فالواد اللي مصمم ده مجنون. طب يعني شوف لنا هلا دي فين يا عم؟ ما تشوفها لنا فين دي اللي بيقول لك اتجوزها وطلقتها وجبت لها طب جبت لها محلل ليه؟ مثلا مش فاهم. طب جيب لها محلل ليه؟ ما تتحرق. واخد بالك؟ يا واطي يا ابن الكلب يا وسخ، ده انت نسوانك فضحوك يا وسخ، يا مكفي على وشك. وامه وابوه فضحوك يالا، واقسم بالله العظيم. سيبك من القانون، هنتقابل في النيابه، ده طبيعي. اصغر محامي في مكتبي لا مؤاخذه مع العصايه، ده اصغر محامي في مكتبي. خد العصايه انت اللي اديتها له، هو اللي خطفها. خد العصايه انت اللي اديتها له، هو اللي خطفها. مش لازم تدفع له فلوس؟ طبعا. طب مين اللي هيدفع له 60 مليون؟ الاعاره. مين؟ قول لي مين بره مصر ولا مصر هيدفع له 60 مليون وبقى له سنتين ما بيلعبش؟ مفيش. طيب يبقى كده هيبطل ولا مش هيبطل؟ هيبطل. طيب ينفع؟ طب ايه الحل؟ ما الحل بقى ان لازم النادي الاهلي يحتويه رجال اعمال. طب هو كهربا مش ساب نادي الزمالك عشان يروح النادي الاهلي؟ ضحى ولا ما ضحاش؟ يعني ايه؟ كهربا ضحى ولا ما ضحاش؟ طب وهل النادي الاهلي في ظهره؟ ما انا ضحيت. ما اقدرش اجاوب. انا ضحيت يعني ورحت عشان ابقى في ايد امينه، واخد بالك؟ حصلت اول مشكله انا مش عارف لي مالكه دلوقتي، هل ان هم في ظهري ولا ان هم بيتنصلوا مني؟ ده سؤال يجاوب عنه كهربا مش اي حد، لكن احنا كلنا عارفين ان ده السيناريو اللي هيحصل ولا مش عارفين؟ يعني سيناريو الغرامه ده هل مش في حسبان النادي الاهلي؟ هل مش في لا ما كانش متوقع. الحقيقه الغرامه بتاع الكهرباء دي جت لنا على فجاه، واحنا ما بنحبش المفاجآت. عيدوها من الاول بقى، احتفالا بعيد ميلاد كهرباء. يا راجل في ايه يا جدعان؟ انتوا عايزين ايه؟ ده الحاله تعبانه محتاجه برتقانه. الرحمه يا رب.